شاء الله بأمرك يا رب في خلال 4 سنين هيبقى في أكتر من 15 تاور موجودين غير اللي حضراتكم شايفينهم دلوقتي بإذن الله. وطبعا منطقة النهر الأخضر طبعا جزء كبير جدا منها خلص. دي منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية. ودايما أقول لكل العملاء عندي اشتري في العاصمة وانت مطمن، مستقبل مصر هنا، مستقبل أولادك هيكون هنا. يعني تقدر تشتري شقة من أول 2 مليون وتقسطها على 10 سنين، وتقدر إن شاء الله تشتري مكتب إداري. يعني في المشروعات المميزة اللي أنا برشحها دايما ليكم بنتكلم من أول 2 مليون و500. وبالنسبة للمحلات التجارية عشان نجيب محل كويس في مشروع محترم نقدر من أول 5 أو 6 مليون نقدر نجيب محل كويس. اشتري في العاصمة عشان مستقبل مصر هنا. ما تسمعش كلام اللي بيقولك دي هتبقى صحراء ومش عارف ايه. لا، انا دخلتها في 2017 ما كانش فيه اي حاجة من اللي احنا شايفينها دلوقتي دي خالص. فان الدولة ان هي تعمل كل الكونستراكشن اللي حضراتكم دايما بتشوفوه في كل الفيديوهات بتاعتي في 4 سنين، اعتقد ان مفيش دولة في العالم قدرت ان هي تعمل الانجاز ده في الوقت القصير ده. وده فندق الماسة زي ما حضراتكم شايفين. ده يبقى كومباوند الجوهرة، وانا داخل حاليا على ميدان الكاتدرائية. انا على محور بن زايد، ده يبقى الدائري الاقليمي. يبقى في مدخل للدائري الاقليمي من هنا اللي بيجيب من كل المحافظات داخل مصر. بدل ما يدخلك القاهرة بيدخلك على العاصمة الإدارية على طول. زي ما حضراتكم شايفين انا ماشي دلوقتي على المحور المركزي. ده فندق الماسة هو على يد الشمال، وده المحور المركزي. المولات اللي حضراتكم شايفينها دي موجودة في منطقة التنزه والتسوق. عندي الإنشاءات دي خاصة بمشروع شركة بيراميدز مول، وجنب منه على طول يبقى مشروع لافايت. أنا داخل دلوقتي على ميدان الحي المالي والحكومي وعلى المنطقة اللي فيها البنوك والوزارات. الشارع ده من حوالي بالظبط شهر ما كانش كده. الشارع ده كان فيه تكسير كبير جدا. فطبعا كل الكونستراكشن بيتغير في العاصمه بابديت اسبوعي. بتلاقي الامور دايما متغيره باستمرار. شغل كبير جدا 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 ما شفتهوش في حياتي والله. عندي هنا يبقى المحطه التبادليه موجوده زي ما حضراتكم شايفينها كده. هعمل زوم عليها كده بالظبط. دي المحطه التبادليه الخاصه بالمونوريل والال ار تي. ده نهايه فندق الماسة. عندي ده هنا يبقى رود 11، وده اللي بيبقى الفاصل ما بين منطقة الداون تاون ومنطقة الحي المالي والحكومي. المشروع اللي بيتبني قدام حضراتكم ده يبقى مشروع فيجن تاور اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي. ده يبقى فيجن تاور، وده طبعا اولموس ان هو سولد اوت وشغالين فيه طبعا دلوقتي. المشروع التاني اللي في وشه على طول ده يبقى باراجون 2 وبرده شغالين فيه. ده احنا على المحور المركزي هنا اهو. وده يبقى بنك القاهرة. وانا داخل دلوقتي على اهم ميدان موجود في الحي المالي والحكومي. اهم ميدان الحي المالي والحكومي. ده مشروع فيجن تاور. قدامه على طول يبقى مشروع باراجون 2. الاتنين شغالين في الانشاءات بتاعتهم دلوقتي ليل ونهار. ده الميدان اهو. ده اهم ميدان موجود في الحي المالي والحكومي. ده هيئة البريد المصري. ده بنك القاهرة وده بنك مصر. البنك المركزي حاجة يعني بسم الله ما شاء الله. البنك الاهلي. وده الميدان. مشروع ارك بلان اللي موجود هناك، والمبنى الخاص بشركة سياك. وانتظروا المفاجأة اللي هتكون موجودة في قلب الميدان ده ان شاء الله اخر الشهر. ده انا بعتبره من اهم الميادين اللي في مصر كلها، مش بس داخل العاصمة. ده محور الرئاسة، وده طبعا من اهم المحاور اللي موجودة في العاصمة. هنا عندي الحدائق الخاصة بالقصر الجمهوري. هنا عندي المشروع بتاع باراجون 3 موجود هنا اهو في الحتة دي بالظبط. اهم المحاور ومن اهم
المناطق اللي دايما برشحها للعملاء عندي. ودي منطقة الوزارات اهي احنا داخلين عليها. حاجة طبعا كل ده يا جماعة اتعمل في 3 سنين. كل اللي حضراتكم شايفينه ده اتعمل في 3 سنين. فهات لي دولة في العالم تقدر ان هي تعمل كل الكونستراكشن ده. يعني اخر الطريق ده احنا بنروح لحد مطار العاصمة. عندي ساحة الشعب اللي حضراتكم شايفينها ديت، والنصب التذكاري. يعني ان شاء الله في القريب جدا هيتم الافتتاح للمنطقة دي بالكامل. يعني من حوالي اسبوع بالظبط كان الشارع ده ما كانش متسفلت كده ولا كان معمول فيه الكشافات الخاصة بالكهرباء. من اسبوع بالظبط لما انا كنت هنا موجود. دلوقتي طبعا يعني انا مش متفاجئ، ده عادي جدا بالنسبة لي يعني. دلوقتي طبعا خلص اهو تماما، وكل الامور اللي بنشوفها دلوقتي على ارض الواقع هي بتوضح ان الافتتاح قرب جدا جدا جدا. انا كده داخل، ده مجلس النواب، انا كده داخل على دي منطقة الوزارات بقى كلها. انا بلف من حوالين منها بالظبط. اشتري في العاصمة، مستقبل مصر هنا. عايز اقول لحضراتكم حاجة برضو مهمة جدا، ان التقرير السنوي اللي بيطلع من وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية في اخر 3 سنين بيحددوا المناطق اللي فيها اكبر نسبة مبيعات للعقارات في مصر. فطبعا للسنة الثالثة العاصمة الإدارية يعني هي واخدة الترتيب الأول كأكتر منطقة فيها بيع للمستثمرين. المنطقة رقم 2 تبقى الساحل الشمالي، عشان برضو حضراتكم تبقوا عارفين يعني. فكل حاجة دلوقتي أصبحت إن خلاص بس في بعض الأعمال الخاصة يعني بالتشجير وكده هي دي المتبقية، ولكن أعتقد إن افتتاح العاصمة قرب جدا جدا جدا. بسم الله ما شاء الله. ده مسجد مصر، ده يعتبر 3 أكبر مسجد في الشرق الأوسط. ودي تبقى منطقة الداون تاون اللي على ايدي اليمين دي. منطقة الداون تاون طبعا احنا بنتكلم في اكتر من 250 مشروع. ودي طبعا بتبقى اخر منطقة ان انا ممكن ارشحها للعملاء عندي. لا يعني لاسباب كتير، منها عامل الندرة، قوة المطور نفسه، اللوكيشن بتاع المشروع وبتاع الارض. فدايما في منطقة الداون تاون بشتغل دايما على شريط الابراج السياحيه اللي موجود في اول صف على محور بن زايد الشمالي على النهر الاخضر. هي المنطقه اللي حضراتكم شايفينها دي كلها. ودي طبعا يعني ابتدى عدد كبير جدا من المطورين ان هو يشتغل وينزل الارض بتاعته ويبتدي في الانشاءات. فدايما ببقى مركز دايما على المشروعات اللي ملهاش شبيه، او المشروعات اللي هيكون ليها مستقبل قوي جدا، زي منطقة الابراج السياحية اللي موجودة، اللي بتبتدي من اول مشروع شركة اركا وبينتهي بمشروع شركة منصات على شريط الابراج قدام النهر الاخضر. انا دلوقتي داخل على محور بن زايد الشمالي. بحاول دايما انقل لكم كل حاجة عشان اللي موجود خارج مصر وبيكلمني يبقى مطلع دايما اكنه نزل معايا ونقلت له كل حاجة، سواء في شغله او في بيته او في مكانه. انا هنا ابتديت من اول مشروع شركة منصات زي ما حضراتكم شايفين كده. ده محور بن زايد الشمالي. المفروض طبعا ان النهر الاخضر هو اللي قدامه. ابتدوا يعملوا فيه شغل كبير جدا من قدام، ما بين بقى لاندسكيب وبحيرات واشجار من كل نوع. وفي خلال بالظبط سنة او سنة ونص هتكون المنطقة دي خلصت كلها. الكومباوند
اللي ورا ده يبقى كومباوند طلعت مصطفى سيليا. وانا هنا ما زلت موجود على شريط الابراج السياحيه على محور بن زايد. كل المشروعات اللي حضرتك شايف الاعلام بتاعتها هي دي المشروعات اللي موجوده على محور بن زايد الشمالي، وده يبقى اهم شريط سياحي موجود في منطقه الداون تاون. وده دايما اللي انا اقول ان اسعاره بقت عامله زي البورصه، اسعاره دايما بتزيد والاقبال دايما عليه، لان كونسبت التاور السياحيه دي حاجه جديده في مصر. وابتدى طبعا عدد شركات جدا، يعني ابتدى عدد كبير من الشركات ان هم يشتغلوا انشاءات حاليا. وطبعا يعني من المناطق طبعا اللي برشحها دايما هي المنطقه الحكوميه ومنطقه شريط الابراج السياحيه في منطقه الداون تاون، وشريط الابراج السياحيه اللي في منطقه الMU7 اللي قدام البرج الايقوني. انا بس حبيت ان انا اوضح لكم كل حاجه النهارده وانا في العاصمه، بحيث ان انا احاول دايما ان انا العميل اللي ما عندوش معلومات او لسه عايز يعني لسه بيفكر انه يشتري وما عندوش معلومات، بحاول دايما ان انا اساعدك وانقل لك كل حاجه من على ارض الواقع. واللي محتاج طبعا انه يعرف تفاصيل اكتر يقدر طبعا يكلمني على رقم اسفل الفيديو دايما، وان شاء الله نكون دايما عند حسن ظنكم. وده محور بن زايد الشمالي برضه انا لسه موجود عليه. ده يبقى فندق الماسة اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي، ده فندق الماسة، حاجه طبعا يعني قويه جدا جدا جدا. انا دلوقتي داخل على منطقه الMU7 وعلى منطقه الاعمال المركزيه CBD والبرج الايقوني. زي ما حضراتكم شايفين ده مشروع شركة أمازون دايموند تاور. جنب المشروع ده على طول في قطعة الأرض دي أنا عندي سنترال بارك عرضها على محور بن زايد 600 متر، يعني مفيش مشروع جنب أمازون هيحجب الرؤية عن البرج الأيقوني. ده البرج الأيقوني، المنطقة دي هتبقى المنطقة الأغلى في مصر. قدام السنترال بارك على طول أنا عندي محطة المونوريل على طول بتتعمل اهي زي ما حضراتكم ما شايفينها بالظبط. دي منطقة الأعمال المركزية، ودي تبقى منطقة الMU7 اللي فيها المشروعات التاورز الأرضي 40 والأرضي و52 دول. وطبعا كل مشروع بيتميز عن التاني ببعض المميزات، وده بيبقى دوري ان انا بوضح لحضرتك افضل مشروع نقدر نشتري فيه دلوقتي في منطقة الأعمال المركزية قدام البرج الأيقوني. صبح وليل هنقل لكم كل حاجه من داخل العاصمه، وربنا يا رب يجعلنا دايما عند حسن ظنكم. اسلام الشاعر مع حضراتكم.